واستمرت بعد ذلك إلى يومنا هذا في هذا الصراع الأكبر على مستوى كرة القدم، وفي هذه المواجهات الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم منذ أن انطلقت للمرة الأولى إلى يومنا هذا. الشرارة التي بدأت بين مواطني المدينتين في الشمال الغربي في إنجلترا حين أعلن تجار مانشستر تمويل بناء قناة مائية في المدينة، الأمر الذي أثار العمالة في أرصفة ليفربول قبل 3 أشهر فقط من أول لقاء تاريخي جمع الفريقين عام 1894. صراع ليفربول مانشستر يونايتد على مستوى كرة القدم اليوم بوضعية مختلفة وبلقاء كبير لا يقبل القسم على اثنين. ليفربول بألوانه الاعتيادية يلعب في الجهة اليمنى للمشاهدين الكرام بآليسون في حراسة المرمى أمام فيرجيل فان دايك، إبراهيم كوناتي. تبدأ مباراة اليوم بألوانها إلى يومنا هذا في هذا الصراع الأكبر على مستوى كرة القدم، وفي هذه المواجهات الأكثر مشتت على مستوى كرة القدم اليوم عام 2016 وخسر آخر لقاء. وفي المقدمة هنالك في خورس كرة بمحاولة لمصلحة فريق ليفربول أمامية ملعوبة طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب وصلت إلى ركلة. يجد نفسه اليوم على مقاعد البدلاء. كرة بمحاولة على مستوى مباريات الدوري وليحقق بعض محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك طالت على محمد وتحولت إلى خارج أرضية اللاعب الذي كان الاعتماد عليه بشكل كبير. كرة الراسية وصلت على رأس داروين نونيز. أندري روبرتسون يتقدم من الجهة اليسرى عرضية لكن طالت تحولت إلى خارج مستمرة وقائمة. وصلت بعد ذلك عن طريق المباريات الماضية محليا. كرة بمحاولة عرضية داخل البرازيلي، محاولة بأقدام أنتوني وتسديد لكن مواطن أليسون يتصدى التهديد الأول عن طريق برونو يلعبها بعد ذلك عرضية داخل المنطقة. فريق مانشستر يونايتد قادما من أهداف الفريق الأول. وفي الجانب المقابل راشفورد محمد صلاح يسدد لكن إلى خارج أرضية الملعب. تحولت إلى أن تكون حاليا الآن لكن أيضا راسية لم تكن بالشكل لم يكن حاضرا في المباراة الأولى. أبعدت لها هيرفي إليوت يسدد لكن طالت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى مانشستر يونايتد من أجل المحافظة على وصلت إلى جوردان لا زالت قائمة داروين نونيز. محمد صلاح تحولت في الجانب المقابل لا صلاح يستعيد الكرة وصافرة على البرازيلي أنتوني وخطأ اليوم هي البوابة. أنتوني يلعب كرة داخل منطقة الجزاء مستند الآن يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. أسرع راشفورد عرضية لكن فيرجيل فان دايك يتصل إلى كرة في الجهة اليمنى عن طريق برونو تحول جهة اليسرى روبرتسون زالت قائمة وهيرفي إليوت هو من يتلاعب الآن من أجل التغطية والإبعاد. أرد على مستوى روبرتسون عرضية من روبرتسون لا مرة أخرى الأرجنتيني ليساندرو بداية أحداث هذه المواجهة والأمور. كرة تصل إلى محمد صلاح يبعد الكرة ما بين أقدام ألكسندر أرنولد إلى محمد صلاح. سقوط في أرضية الملعب. قدم أيضا هذا روبرتسون يلعبها داخل منطقة الجزاء. العرضية داخل المنطقة الرأسية جوله برونو كان صلاح عرضية داخل منطقة الجزاء. تالي الحارس يمثل في هذا اللقاء. كرة بمحاولة راشفورد لكن أليسون يتصدى شفتي تأخر نوعا ما وبعد ذلك العرضية حاول لمصلحة اليونايتد عرضية داخل منطقة الجزاء. آخر الانتصارات بالنسبة لليونايتد في أرضية أنفيلد الأمر يعود إلى يناير من عام 2016 عندما بالنسبة للمدرب كرة بمحاولة ملعوبة داروين نونيز يتقدم يسقط في أرضية وصلت إلى جاكبو البصمة الهولندية وهنا تدور طواحين ليفربول. صلاح هنا في الجهات اليمنى عرضية عادت إلى هيرفي إليوت راسية
الصغير اليوت يصنع لمصلحة داروين نونيز. يا ليلة عودة ليفربول، وبالتالي يجب أن يكون الجميع في الموعد، يجب أن يكون الجميع. محمد مر تقدم سقط، لا 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 لا. هي ليلة، هي ليلة من ليالي ليفربول، وهي الليلة الكبرى لهذا الجاكبو. مانشستر يبحث عن التصدي، خطأ من أليسون وجماهير اليونايتد ولاعبيه في أرضية خارج أرضية الميدان، ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء. كوناتي يا كوناتي، مرت بجوار القائم داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة. ضاعت على روبرتسون، لكن ايضا برافو 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 برافو، لا زالت مستمرة وقائمة. للتاريخ بأقدام هذا الفرعون المصري، يفتح أبواب التاريخ ويعادل الأرقام القياسية المسجلة لروبي فاولر، ويصبح الهداف. عادهم إلى الواجهة من جديد مع المدرب كلوب رأسيا نونيز. يعود ليثبت الجودة التي يمتلكها، يعود ليعطي مكانته في فريق كبير ويسجل في مرمى فريق كبير. داروين نونيز من جديد. عرضية داخل منطقة الجزاء، محاولة عن طريق روبرتو فيرمينيو. الملك يعود مرة أخرى، ذا ايجيبشن كينج الآن يصبح ذا ريدز كينج، ذا أنفيلد كينج، ذا ريفر كينج، ذا ميسي. وتالي محمد صلاح، لا يمكن بأن تمر هذه الليلة من دون بصمة لروبرتو فيرمينو. الآن يؤكد التاريخ، يؤكد